بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء. في الحلقة الماضية تكلمنا عن بداية خلق آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل خلقه بيده وأسجد له الملائكة، ثم أدخله الجنة. فلما دخل الجنة استوحش فيها، فخلق الله عز وجل له زوجة يأنس بها ويسكن إليها، وخلقها الله عز وجل من ضلعه. عاش آدم عليه السلام مع حواء في جنة، يأكلان من ثمارها، يتظللان بظلالها، يشربان من أنهارها. ونهاهما الرب عز وجل عن الأكل من شجرة واحدة في الجنة كلها. فبدأت المعركة الأولى بين إبليس وآدم عليه السلام وحواء. إنها معركة بين البشر وإبليس، إنها الجولة الأولى في هذه المعركة. كيف يجعل إبليس آدم عليه السلام يعصي ربه عز وجل، ما قال له أبدا كل من هذه الشجرة التي نهاك الله عز وجل عنها، أبدا ما قال له اعص ربك عز وجل، لا، ولكنه جاءه بأسلوب آخر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال، شوف الأسلوب، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين. ألا تحب يا آدم أن تصير ملكا؟ حواء، ألا تحبين أن تكوني من الملائكة؟ الكل يحب هذا. إذا أكلتما من هذه الشجرة صرتما من الملائكة الذين يعبدون الله، الذين يقربهم الله. الأمر بسيط، كلا من هذه الشجرة وتنتقلان مباشرة إلى جنس الملائكة. إلا أن تكونا ملكين. أو يا آدم يا حواء، ألا تحبان أن تعيش في هذه الجنة مخلدين، لا موت لا نهاية؟ فقط كلا من هذه الشجرة أو تكونا من الخالدين. وكلما أتى إبليس بصورة من الصور وبشكل من الأشكال إلى آدم عليه السلام لم يستجب آدم، لأن آدم عليه السلام يعبد ربه عز وجل ويطيع الله جل وعلا. ومرت السنون ومرت الأيام وآدم عليه السلام وحواء لا يقتربان من هذه الشجرة. فاستغل إبليس تعظيم آدم لربه عز وجل ودخل من هذا المدخل. أخذ يقسم بالله عز وجل، أقسم لكما أنني صادق بحديثي، والله الذي لا إله غيره، إذا أكلتما من هذه الشجرة صرتما خالدين في هذه الجنة. تزيين، غرور. وقاسمهما، بدأ بالقسم، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. في هذه الفترة صدق آدم إبليس ونسي الذي بينه وبين ربه عز وجل. بدأ التصديق، لما؟ لأن إبليس أقسم بالله. ما كان يتصور آدم عليه السلام أن مخلوقا يقسم بالله كاذبا، فصدق إبليس وبدأ يمشيان خلفه. فدلاهما بغرور، فوصل إلى الشجرة وإبليس يزين وإبليس يشجع وإبليس يدفع، فإذا بحواء تأخذ ثمرة من هذه الشجرة فتأكل، وإذا بآدم يأكل من هذه الشجرة. أول ما ذاق من هذه الشجرة، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. ما كان آدم عليه السلام يرى سوءة حواء، ولا حواء ترى سوءة آدم. فلما أكل من الشجرة انكشفت السوءتان. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. آدم عليه السلام لأن الحياء فطر الإنسان به
لما رأى عورة حواء هرب منها، وحواء لما رأت عورة آدم هربت منه، لأن البشر قد فطروا على الحياء. هرب آدم من حواء، وهربت حواء من آدم عليهما السلام، كل واحد يهرب من الآخر، يبحثان عن ورق في الجنة من الأشجار فيقطعان الورق، كل منهما يغطي سوءته، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وآدم عليه السلام يهرب، وآدم يهرب، والأشجار تتعلق به، والأغصان تتعلق به، وآدم يريد الخلاص منها، ويهرب ويهرب ويهرب، فيناديه الرب عز وجل: يا آدم، أفرارا مني يا آدم؟ أتفر مني يا آدم؟ فيقول آدم لربه: لا يا رب، لا يا رب، لكنني استحييت منك. وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قصص نور قصص، قصص نور قصص، حكمة وصبر. بكى آدم، بكت حواء، بكى الاثنان. يقول آدم في نفسه: سبحان الله، كيف نسيت، كيف وقعت بالذنب. يبكيان وهما يدعوان الله عز وجل: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا. مع أنه أبو البشر، مع أنه أول نبي، مع أنه الذي خلقه الله بيده، لكنه استغفر، لكنه أناب، لكنه تاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اشتد البكاء، طال البكاء من آدم عليه السلام. إنه الندم: كيف نسيت، كيف أغراني الشيطان، كيف لم أتذكر أنه عدو لي، كيف أكلت من هذه الشجرة. وآدم عليه السلام يبكي، والرب عز وجل يقول له: يا آدم، ألم أنهك عن هذه الشجرة؟ يا حواء، ألم أحذركما من إبليس؟ جاء جبريل بنفسه إلى آدم وهو يبكي فرفع عنه التاج. جاء ميكائيل فرفع الإكليل عن جبين آدم عليه السلام، فظن آدم أن العقوبة ستقع عليه الآن، لكن رحمة الله قريب من المحسنين. أنزل الله عز وجل آدم عليه السلام إلى الأرض، معه حواء، معهما إبليس، الثلاثة: آدم، حواء، إبليس. أنزل الثلاثة إلى الأرض لتبدأ العداوة، لتبدأ المعركة. بين من؟ بين آدم وحواء وبين إبليس. أول معركة ستبدأ الآن على وجه الأرض، ساحة المعركة. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. سوف أنزل عليكم الهدى. تبدأ العداوة بين الثلاث، بعضكم لبعض عدو، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وإن كنتم في الأرض التي ميزت بأنها دار البلاء ودار الشقاء، لكن من اتبع هداي فلن يضل ولن يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقولون أن آدم أنزل في الهند وحواء في مكة، والتقيا، وبدأ التكاثر على وجه هذه الأرض، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وإبليس
يترصد بهما وبذريتهما التحدي الذي تحدى به ربه، بدأ ينفذه الآن على وجه الأرض، وبدأت العداوة. وآدم لا زال يبكي، آدم لا زال يتذكر خطيئته، آدم لا زال يتذكر معصيته. فإذا بجبريل ينزل إليه فيقول: يا آدم إلى متى تبكي؟ لما كل هذا البكاء؟ فيقول: دعني أبكي يا جبريل، دعني أبكي يا جبريل، فقد أذنبت ذنبا، عصيت الله عز وجل. فأخذ آدم يكلم ربه فيقول: ربي ألم تخلقني بيدك؟ فيقول الله عز وجل لآدم: بلى يا آدم. يقول آدم: يا رب ألم تسجد لي الملائكة؟ فيقول الله عز وجل: بلى يا آدم. فيقول آدم لربه: يا رب ألم أعطس فقلت يرحمك ربك؟ قال الله عز وجل: بلى يا آدم. فيطلب طلبه، قال: ربي إن أنا تبت إليك وأنبت فهل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال الله عز وجل: نعم يا آدم، نعم يا آدم. فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وكأن الرب عز وجل يريد أن يعلم بني آدم أن الذنب لا بد يقع، فكل بني آدم خطاء. إذا كان أبونا أبو البشر وقع بالذنب، نسي ووقع بالذنب، لكن خير الخطائين من؟ التوابون. افعلوا كما فعل آدم، بكى، ندم، استرجع، اعترف بذنبه، اعترف بظلمه. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الله عز وجل يقول: مع أنه عصى ونسي ولم ينفذ أمر الله عز وجل، بشر، هكذا الإنسان ضعيف ووقع بهذه الزلة، لكن من تاب؟ تاب الله عز وجل عليه. عاش آدم على هذه الأرض وهو يريد أن يرجع إلى الجنة مرة أخرى، فمن ذاقها وذاق حلاوتها اشتهى أن يرجع إليها. عاشت ثلاثة، ثم بعد هذا ذرية آدم وذرية إبليس، وتكاثر الجميع، والعداوة بدأت، بعضكم لبعض عدو. لكن أنزل الله الكتب وأرسل الله الرسل، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.